اهم ارقام الزمالك والاهلي بعد اخر مباراه في 2022. تابع معايا. الزمالك لعب 52 مباراه، فاز في 34 مباراه، تعادل في 11 مباراه، هزيمه تمت في 17 مباراه. الاهلي في 2022 لعب 60 مباراه، فاز في 35 مباراه وتعادل في 16 مباراه، وتمت هزيمته في 9 مباريات. اهداف الزمالك في 2022: الزمالك احرز 89 هدف ودخل مرماه 41 هدف. اهداف الاهلي في 2022: احرز الاهلي 77 هدف ودخل مرماه 1. الزمالك هو متصدر الدوري حاليا وبطل الدوري السابق في 2022 وبطل كأس 2021 التي أقيمت في 2022. خروج الزمالك من أفريقيا من دوري المجموعات وخسارة السوبر المصري لصالح النادي الأهلي. الأهلي حاليا هو ثاني الدوري. مركز النادي الأهلي في الدوري السابق الذي أقيم في 2022 هو ثالث الدوري. الأهلي خسر كأس مصر لصالح نادي الزمالك. الأهلي أحرز برونزية كأس العالم للأندية. الأهلي خسر نهائي أفريقيا لصالح نادي الوداد المغربي. مدربين الزمالك في 2022: بدأت السنة وكان مدرب الزمالك كارتيرون ورحل في شهر 2. تولى أسامة نبيه قيادة الفريق لبعض المباريات لحين تعاقد الزمالك في شهر 3 مع فريرا وهو المدرب الحالي مع نادي الزمالك. مدربين الأهلي في 2022: بدأ النادي الأهلي 2022 وكان موسيماني هو من يتولى إدارة تدريب النادي الأهلي لحين رحيله في شهر 6. قاد سامي قمصان مدرب المساعد للنادي الأهلي بعض المباريات لحين تولي مدير فني. تعاقد النادي الأهلي مع سواريز ثم رحل في شهر 8 ثم تولى تدريبات كابتن سامي قمصان. وفي شهر 9 تعاقد النادي الاهلي مع مدرب الاهلي حاليا وهو كولر. اول مباراه لنادي الزمالك في 2022 كانت قدام انبي وانتهت بالتعادل 0-0، كانت يوم 14/1. اخر مباراه لنادي الزمالك في 2022 كانت امام نادي الاسماعيلي وانتهت 3-1 وكانت يوم 29/12. اول مباراه للنادي الاهلي في 2022 كانت قدام الجونه وانتهت بالتعادل بدون اهداف، كانت يوم 13/1. اخر مباراه للنادي الاهلي كانت امام سيراميكا وانتهت ايضا بالتعادل الايجابي 1-1، كانت يوم 28، وديت اخر مباراه للنادي الاهلي في 2022.